اوعى تدعي بصوت عالي وانت في الحرم، لا يكون ده مصيرك والكل هيبقى باصص ليك في دعوتك زي اللي حصل مع المعتمر ده، وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. 10 مليون دولار يا رب، زوجة صالحة يا رب، واحفظ ابويا واخواتي يا رب، واحفظ. تخيل تبقى واقف قدام الكعبة وتدعي بصوت عالي بكل اللي نفسك فيه، بس في ناس واقفة جنبك باصة في دعوتك. كل الحكاية ان المعتمر اللي في الفيديو ده بيطوف حوالين الكعبة وهو بلبس الإحرام وبيقول بالنص: يا رب 10 مليون دولار وزوجة صالحة، يا رب ارزقني بالفلوس دي كلها. وأول ما واحدة جنبه سمعته قالت له 10 مليون مرة واحدة، راح جري من جنبها وهو خايف من الحسد، وقعد يخمس في وشها ويقول: يا رب 10 مليون وابعد عننا العيون، وفضل يجري بعيد عنها من كتر ما كان خايف من الحسد. ناس كتيرة استغربت من رد فعل المعتمر، خاصة وانه كان قدام الكعبة بيدعي بالفلوس بصوت عالي، وفي اللي شايف انه حر يدعي باللي هو عاوزه. يا ترى انتوا بقى ايه رأيكم في الفيديو ده، وتفتكروا ليه خايف من الحسد؟ ولو انت مكانه والكعبة قدامك وفي قلب الحرم هتدعي بايه؟ شاركونا في التعليقات.